تعرف إن تحية كاريوكا اتجوزت 14 راجل؟ تحية كاريوكا اتجوزت أول مرة سنة 1939، وده كان من أنطوان عيسى ابن أخت الراقصة الشهيرة بديعة مصطبون، وساعتها أشهر إسلامه لأجلها. بس الجوازة مطولتش واتطلقت بعد سنة واحدة بس مع مصطفى جعفر، وانفصلت بسرعة. وبعدها محمد سلطان باشا، وكمان اتجوزت ضابط إنجليزي وأعلن إسلامه عشانها، بس برضه انفصلوا بسرعة. مدوباهم اتنين. واحدة من أشهر جوازات تحية كاريوكا كان الفنان رشدي أباظة، بس برضه انتهت لأنه هو كان بيغير عليها جدا، وفي نفس الوقت علاقاته كانت كتير وكان بيخونها. وبعد انفصالها عنه اتجوزت ضابط كبير في الجيش، وبعده شاب صغير اسمه عبد المنعم الخادم. الخناق والنقار دول فيتامين الجواز. بعد كده اتجوزت محرم فؤاد، وبعد 6 شهور بس انفصلوا. واخر واطول جوازاتها كان الكاتب المسرحي فايز حلاوة، اللي استمر علاقتهم 18 سنة. ده العلاقة خلصت بمشاكل كبيرة وخلافات وصلت للمحكمة. واضح كده انه محدش كان بيشوف تحية كاريوكا الا لما يقع في حبها.